مخطوطات عربية قديمة وجد ثمينة تنتمي لمكتبة جامعة ليدن الهولندية. تحتفل هذه الجامعة بمرور 400 سنة عن تأسيس قسم دراسة اللغة العربية والثقافة الشرقية عام 1613. أردنا أن نعرض جمالية الثقافة الإسلامية، كما أن تنظيم هذا المعرض يوحي عن العلاقات الجيدة بين المغرب وهولندا بل ويعززها. هذا المعرض ليس سوى لمحة عن أرشيف هذه المعلمة العلمية فيما يتعلق بالأبحاث العربية والإسلامية. هذه المبادرة تمكن الشباب من التعرف على هذه المخطوطات وكذلك على الدول التي اهتمت منذ قرون بالمشرق وبدراسة هذه الحضارة. إنه مشروع مثير للاهتمام. عند دراستي لهذه المخطوطات كنت أجد كل مرة تفاصيل أكثر تزيد من جماليتها. جامعة ليدن تحتوي على أزيد من 4000 مخطوطة عربية جمعها عدد من الباحثين الهولنديين الذين عاشوا لسنوات طوال بعدد من الدول العربية من بينها المغرب.